عاجل. كارثة جديدة تواجه الزمالك وجمهوره بسبب رئيس ناديه. حلقة جديدة ومعلومة جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. قبل أي شيء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. أغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها باستثناء نادي الزمالك. وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب. وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير حضر مسؤول نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لقيد لاعبيه ناصر منسي وأحمد بالحاج ومحمود شبانة دون جدولة المديونية. وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني قبل الساعة 12 صباحا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين دون تسوية مديونية النادي. ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم سواء نقدا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد. لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط. هذا هو بيان الاتحاد المصري بخصوص قيد لاعبين نادي الزمالك. كده لاعبي نادي الزمالك مش هيتأيدوا، كده فريق نادي الزمالك مش هيعرف يأيد لاعبيه الجدد وصفقاته الشتوية، وهذه كارثة كبرى في حق نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بسبب رئيسه مرتضى منصور، الذي وراء كل فساد تجد اسمه، ووراء كل خراب في الرياضة المصرية تجد اسمه. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.